يلا بينا نعمل مع بعض شنطة سهلة وسريعة مش هتاخد معاكي اي وقت والنتيجة روعة. اذا اول مرة تشوفي القناة معاكي منى بدر ودي قناة برنسس ميت كروشيه، ما تنسيش الاشتراك ويلا بينا على طول نبتدي. استخدمت 300 جرام من خيط السلسلة سمك الخيط 3 مللي، واستخدمت معاه ابرة رقم 4.5 مللي. اول حاجة هبدأ بعمل قاعدة الشنطة، عملت عقدة بداية واشتغلت 24 سلسلة. عايزة تكبري حجم الشنطة هتزودي عدد السلاسل. أربعة وعشرين سلسلة عملوا معايا بالظبط 19 سنتي. ده وش السلسلة، انا مش هشتغل فيه، هقلب كده السلسلة بتاعتي على الظهر بتاعها هلاقي عندي حلقات. هي دي الحلقات اللي انا هشتغل فيها. اول حلقة دي مش بشتغل فيها، هشتغل من الحلقة التانية وهعمل فيها غرزة حشو. هدخل جوه الحلقة اسحب خيط، هيبقى عندي حلقتين على الابرة، هسحب الخيط من الحلقتين ودي اسمها غرزة حشو. هفضل بقى مكملة غرز حشو على حلقات ظهر السلسلة، هشتغل بالظبط 23 غرزة حشو. خلصت خلاص السطر واتأكد ان انا عملت 23 غرزة حشو. ارتفع سلسلة واروح للسطر التاني، هنزل كده تحت الحلقتين في اول غرزة عندي في السطر هنا، وهشتغل برضو على السطر ده 23 غرزة حشو. وبعد ما بكمل 23 غرزة حشو برتفع سلسلة واشتغل 23 غرزة كمان وارتفع بيهم عدد سطور. انا اشتغلت 5 سطور من غرز الحشو، 1 2 3 4 5. هبتدي اقفل القاعدة بغرز الحشو. اول حاجة هرتفع سلسلة، انا اشتغلت 5 سطور يعني هعمل 5 غرزة حشو على الجنب في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه اخر غرزة، هعمل غرزة كمان وكده 1. واول غرزة في السطر دي هعلمها، وده كده الاماكن بتاعت غرز الحشو، هنا وهنا وهنا وهنا. اخر كل سطر هعمل غرزة الحشو بتاعته. 2 3 4 5. اروح للجنب اللي عليه الدور. اول غرزة عندي في الجنب هشتغل فيها تزايد ثنائي، يعني هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان، 1. وبعدين هاخد الخيط بتاع البداية انضفه معايا تحت الغرز في نفس المكان، هعمل غرزة كمان 2. وبعدين هشتغل 21 غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة في الجنب. لما بوصل اخر غرزة في الجنب هشتغل فيها برضو تزايد ثنائي 2 غرزة حشو في نفس المكان، 1 2. خلصنا خلاص تقفيل الجنب ده، هقفل بقى الجنب اللي عليه الدور، هشتغل برضو 5 غرزة حشو اخر كل سطر غرزة الحشو بتاعته، 1 2 3 4 5. وصلنا لاخر جنب وهشتغل برضو في اول غرزة 2 غرزة حشو في نفس المكان،
بعد كده هشتغل 21 غرزة حشو لحد ما اوصل اخر غرزة في الجنب. ولما بوصل اخر غرزة في الجنب بعمل فيها تزايد ثنائي، يعني بعمل 2 غرزة حشو في نفس المكان. دي سلسلة الارتفاع مش بشتغل فيها، هروح لأول غرزة انا معلماها وهنزل كده تحت الحلقتين واعمل غرزة منزلقة، وكده انا خلصت القاعدة بتاعة الشنطة. الطول كان 21 سنتي، والعرض بتاعها كان 6 سنتي. هرتفع سلسلة، والدورة الجاية هتكون من غرز الحشو بس في نفس المكان اللي انا عاملة فيه غرزة المنزلقة، والسلسلة هدخل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي وراها هنا وهنا، واعمل غرزة حشو، واول غرزة هعلمها. وزي ما قلتلكوا الدورة دي كلها هشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية واللي وراها هنا وهنا، ادخل في اللي بعدها اشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية واللي وراها، وافضل ماشية بالطريقة دي لحد ما اوصل للعلامة. الدورة دي علشان تعملي زي اطار كده او فاصل بين القاعدة وغرزة الشنطة. الغرزة بتحتاج عدد فردي، فهشتغل في غرزة المنزلقة، هنزل كده تحت الحلقتين واعمل غرزة حشو، وهتبقى دي اول غرزة عندي في السطر احط فيها العلامة. وبعدين اروح للغرزة اللي كان فيها العلامة وهعمل فيها غرزة حشو بس في الحلقة الخلفية، واكرر غرزة حشو تحت الحلقتين، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو في الحلقة الخلفية، غرزة حشو تحت الحلقتين، واللي بعديها غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وافضل شغالة بالطريقة دي لحد ما اوصل للعلامة. اخر غرزة كانت غرزة حشو تحت الحلقتين، هفك العلامة وهعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، شغلي دوران بدون فواصل، والغرزة الاولى هرجع احط فيها العلامة تاني. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو تحت الحلقتين، واللي بعدها غرزة حشو في الحلقة الخلفية، واكرر غرزة حشو تحت الحلقتين، واللي بعديها غرزة حشو في الحلقة الخلفية بس. وهي دي الغرزة اللي انا هكمل بيها جسم الشنطة كله، هفضل شغالة بالطريقة دي لحد ما اوصل للعلامة. شغلي دوران بدون فواصل، هفضل شغالة بالطريقة دي لحد ما ارتفع عدد سطور. انا فضلت شغالة بالظبط لحد ما وصلت لطول 17 سنتي. فكيت العلامة وهشتغل بعد كده غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية. هدخل كده في الحلقة الخلفية اسحب خيط، وبعدين اسحب خيط من اللفة اللي على الابرة. هكمل الدور كله غرز منزلقة في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للعلامة.
لما بوصل للعلامة بفكها وهشتغل السطر الأخير برضو غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية. هفضل شغالة كده دوران لحد ما اوصل لاخر غرزة عندي في السطر. كده خلاص انا خلصت جسم الشنطة، باقي بس اخر غرزة عندي مشتغلتهاش هكونها بقى. هفصل الخيط هفك العلامة، هسيب الغرزة دي وادخل في الغرزة اللي كان فيها العلامة تحت الحلقتين واسحب الخيط كده على بره، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي كان طالع منها الخيط دي وادخل كده جواها وهسحب الخيط على جوه، واي خيط زيادة بإبرة اصغر بقى بنضفه تحت الغرز. كده جسم الشنطة عندي جاهز. انا عملت لها بطانة، عملنا البطانة قبل كده مع بعض، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هظبط البطانة كده جوه جسم الشنطة كويس، ولما باجي اثبتها بنزل تحت كده سنتي وبعدين اثبت بدبابيس عشان يكون سهل عليا خياطتها، وبعد كده هثبت الخيط في جسم الشنطة وابتدي اشتغل خياطة جسم الشنطة مع البطانة واحدة واحدة كده، واحاول على قد ما اقدر ان الخياطة عندي تكون متساوية. ما تنسيش بس اذا هتركبي لوجو ركبيه قبل تثبيت البطانة. يلا بقى ما تنسيش تكتبي لي في التعليقات بتشوفيني من اي مكان وايه رايك في الشنطه. ما تنسيش تضغطي لايك، واذا ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك عشان في حاجات جامده جايه، واستنوني بفيديو جديد.